خلال الساعات الماضية تصدر حفل زفاف حسن شاكوش مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد عدد كبير من المتابعين التصريحات والتصرفات اللي حصلت من الزوجين في حفل الزفاف. الموقف الأول اللي خلى الناس تستغرب جدا هو سجود عروسة حسن شاكوش. تعرضت ريم زوجة حسن شاكوش لانتقادات عديدة بعد سجودها في حفل زفاف، والبعض الآخر شايف إن تصرفها تصرف يعبر عن الفرحة، لكن أبرز التعليقات كانت بتقول إنها ما كانش ينفع تسجد لله شكرا وهي بترتدي فستان مكشوف. المفاجأة التانية اللي كانت في حفل زفاف حسن شاكوش هي تصريحات حسن شاكوش نفسه، واللي قال في لقاء تلفزيوني على هامش حفل زفافه المقام بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة إنه كان بيحب ريم من سنين لما كان بيسكن في منطقة بولاق، وكانت بتتردد على المنطقة اللي بيعيش فيها، وحاول يتقدم لخطبتها في الوقت ده لكنه اتفاجئ إنها كانت مخطوبة من شخص آخر، لكن القدر والنصيب جمعهم في بيت واحد. الرقص وسط الرقصات كان برضه مثير للجدل. المطرب حسن شاكوش في فرحه رقص في وسط 10 رقصات، وغنى حسن شاكوش الأغنية الشهيرة حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت أنا واقف تحت البيت، لكن الحقيقة إن حسن شاكوش ما كانش واقف تحت البيت، حسن شاكوش كان واقف وسط 10 رقصات، وده كان مشهد مثير للجدل بالنسبة للناس إن حسن واقف يغني في وسط 10 رقصات. ريم طارق قالت هي كمان إنها بتتمنى إنها تعيش حياة مستقرة مع زوجها وتنجب أطفال علشان يكونوا في سعادة في الدنيا، وقالت إن حسن شاكوش أجدع رجل في الدنيا وبتثق فيه ثقة عمياء، لأنه لو كان له نية في عمل أي شيء ما كانش اتقدم لها ولا اتجوزها. وقالت إنها مش هتغير من معجبين حسن شاكوش، وشايفة إن جماهير حسن ومعجبينه كتير، وقالت إنهم فوق راسي وهم اللي صنعوا جماهيرية وشعبية حسن شاكوش. وبعد ما سمعنا كلام حسن شاكوش عن ريم وكلام ريم عن حسن شاكوش بنقول لهم ألف مبروك، والمهم إن ريم بتحب حسن وحسن بيحب ريم، وزي ما بيقولوا العروسة للعريس والترند للمتاعيس.